المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها رئيس سياسي أفورقي يهنئ الرئيس الصومالي بالعيد الوطني للصومال. بدء حملة الطلاب التنموية في 8 يوليو الجاري. مدرسة حلايا الفنية تخرج 24 طالبا. الرئيس الصيني يصل إلى كازاخستان لحضور قمة إقليمية. نقبل العقوبات استئناف الحوار الأمريكي الفنزويلي. ومقتل 16 بالفيضانات وانهيارات أرضية جراء أمطار غزيرة في الهند. أهلا بكم مشاهدينا. بعث الرئيس سياس أفورقي برقية تهنئة لرئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود بمناسبة اليوم الوطني للصومال. وأكد الرئيس سياس أفورقي في برقيته بهذه المناسبة الاستعداد القائم للدفع وتوسيع كافة جوانب العلاقات والتعاون الثنائي الموجود بين البلدين والشعبين الشقيقين والسلام والاستقرار الإقليمي. وعرب الرئيس سياس أفورقي عن تمنياته بموفور الصحة والتوفيق في العمل للرئيس حسن شيخ محمود والسلام والازدهار للشعب الصومالي. هذا ويتم إحياء اليوم الوطني لجمهورية الصومال الاتحادية في 1 يوليو. أعلن مدير فرع الحملة الطلابية الصيفية في وزارة التعليم السيد فتوي ولدقرقيس أن الحملة الطلابية لعام 2024 ستجرى في الفترة من 8 يوليو وحتى 17 أغسطس في 5 أقاليم. وفي الحملة المنفذة للمرة 26 سيشارك أكثر من 28600 طالب، بينهم 33% من الطالبات، وأكثر من 1000 معلم وخبراء الزراعة، وكذلك المنسقين والكادر الصحي الجوال في 44 مديرية و126 نقطة. وستركز الحملة هذا العام 95% منها في حفظ المياه والتربة، و5% على تنظيم حركة المرور وصيانة الطرق الترابية والحواجز وجمع الحجارة لصيانة المدارس. وأوضح وضع برنامج لإعداد 1.3 ملايين حفرة وغرس شتول ورعاية 330 ألف شجرة، وكذلك تنظيم حركة المرور في مدن أسمرة وكرن ومندفرة. وأوضح السيد فتوي أن الحملة بدأت في إقليم جنوب البحر الأحمر نظرا لمناخ الإقليم من 10 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو بمشاركة 500 طالب. والحملة الطلابية الصيفية التنموية هي حملة سنوية تجرى بمشاركة طلاب المدارس الثانوية. خرجت مدرسة حلايا الفنية في أسمرة في 2 يوليو الجاري 24 طالبا بعد دراسة لسنتين في صيانة الكمبيوتر. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ رجويل التخلي أن الحكومة أدخلت المعدات الحديثة والأدوات التعليمية في المدرسة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب في مجالي الخراطة وصيانة الكمبيوتر. وذكر المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفاي سيوم وجود برنامج لتستقبل المدرسة الطلاب من شهر سبتمبر 2024 مع إدخال المعدات الحديثة. وتعهدت ممثلة الخريجين على العمل المتفاني لخدمة الوطن في مسيرة الإعمار. عقدت الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية اجتماعا تنويريا بأهدافها وتصحيح أخطاء رعاية المعاقين ذهنيا في مدينة أغردات في 29 يوليو الجاري. وأوضح رئيس فرع الجمعية في إقليم القاشبركة السيد تخلزكي تسفى مريم في التوضيح الذي قدمه وجود 984 عضوا على مستوى الإقليم، 60% منهم في أغردات. وقال إن الجمعية تعمل بالتعاون مع الشركاء لتخفيف الانعزال الذي يواجهه المصابون بالإعاقة الذهنية. وذكر عضو الجمعية السيد أنجلو أباتو أن الهدف الأساسي للجمعية هو القيام بأنشطة التوعية وإيجاد الدعم للمعاقين، داعيا المجتمع لتشجيع المعاقين ذهنيا للانضمام إلى الجمعية للاستفادة من فوائدها. وطالب المجتمعون بتوفير أماكن تعليمية وترفيهية للمعاقين ذهنيا والقيام بالدعم العيني التشجيعي. وقال مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية أغردات السيد عبد الله حسن أن تقديم العون العيني والمعنوي للمصابين بالإعاقة الذهنية وتخلف النمو الجسدي مسؤولية عامة، ويتطلب الجهد لجعلهم منتجين.
تصدر عضو فريق انترماشل البلجيكي بنيام جرماي عناوين الأخبار إثر فوزه التاريخي في المرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات رقم 111. وقالت محطة BBC الرياضية: لقد بدأ بنيام جرماي ثورة في رياضة سباق الدراجات، مشيرة إلى أنه أحد الأفارقة القلائل الذين شاركوا في الطواف العالمي في السباقات الدولية للدراجات والذي يهيمن عليه البيض. ونشرت تقريرا مصحوبا بأقواله التي أدلى بها لوسائل الإعلام خلال المرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات. وأضافت BBC الرياضية قائلة أن أداء الدراجة البالغ من العمر 23 عاما حتى الآن وإمكانياته في المستقبل مذهلة، وأن إنجازاته تظهر أن أفريقيا لا يمكنها إنتاج منافسين فحسب بل أيضا فائزين في رياضة ظلت محتكرة. وذكرت فرنسا 24 في تحليل بعنوان بنيام جرماي أول أفريقي يفوز بمرحلة في طواف فرنسا للدراجات أن حصول بنيام على المركز الأول متفوقا على أفضل متسابقي العالم كان إنجازا كبيرا وفوزا لأفريقيا والأفارقة. وأفادت شبكة MBC نيوز نقلا عن مقال نشرته وكالة أسوشيتد بريس يقارن بين كافانديش وبوغاشا أن بنيام جرماي الذي صنع التاريخ سابقا باتصاله في طواف إيطاليا كتب أيضا فصلا جديدا في التاريخ في طواف فرنسا للدراجات. من جانبها قالت رويترز أن بنيام جرماي الذي حصل على لقب أول أفريقي أسود يفوز بمرحلة في طواف إيطاليا 2022 على خطى اثنين من بيض جنوب أفريقيا اللذين سبق لهما الفوز بمرحلة، حقق الفوز في طواف فرنسا للدراجات يوم الأول من يوليو مثبتا قدرته على تحقيق الانتصار في مراحل أخرى في المستقبل. واستشهدت وسيلة بلومبرغ الإعلامية بانتصارات بنيام جرماي السابقة في بلجيكا وسويسرا وإيطاليا، وقالت أنه كرر فوزه بمرحلة في طواف إيطاليا. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كازاخستان في إطار جولة يحضر خلالها الاجتماع 24 لمجلس قادة دول منظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة أستانا مع القيام بزيارة رسمية إلى طاجكستان. وذكرت شبكة CCTV التلفزيونية الصينية الرسمية أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الكازاخي رافقتا طائرة شي لدى دخولها المجال الجوي لهذا البلد. وقالت إن الوفد المرافق للرئيس يضم وزير الخارجية وانغ يي وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ساي تشي. وبحسب شينخوا فإن شي يقوم بهاتين الزيارتين تلبية لدعوة من كل من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان. والأعضاء الدائمون في منظمة شنغهاي هم كازاخستان والهند والصين وقرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان، وقد انضمت إليهم العام الماضي إيران. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الحوار بين بلاده والولايات المتحدة سيستأنف في خطوة تأتي قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، ورغم إعادة واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي. وقال مادورو في برنامج تلفزيوني أن الولايات المتحدة ستستأنف المحادثات بحيث تلتزم بالاتفاقات الموقعة في قطر وتعيد إرساء شروط الحوار باحترام ودون تلاعب. وفي منتصف أبريل الماضي أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمة حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يوليو. وكانت الولايات المتحدة علقت بعض العقوبات المفروضة على كاراكاس بعد موافقة حكومة مادورو والمعارضة في أكتوبر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.
تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل 16 شخص على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين في شمال شرقي الهند، حيث نزح أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم التي قمرتها المياه. وشارك الجيش الهندي والقوات الجوية في جهود الإنقاذ في ولاية آسام، إحدى أكثر الولايات تضررا، حيث أجلت مروحية عسكرية في وقت مبكر 13 صيادا إلى منطقة آمنة بعد أن تقطعت بهم السبل لمدة 4 أيام على جزيرة صغيرة في نهر برهما بوترا، أحد أكبر أنهار آسيا وفقا لمسؤولون. وفي ولاية أروناتشال براديش المجاورة المتاخمة من الصين، تسببت الانهيارات الأرضية في تضرر العديد من الطرق، وقالت الشرطة أن أفراد الجيش هناك أنقذوا 70 طالبا ومعلما من مدرسة قمرتها المياه في منطقة شانغلانغ. دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وصربيا حيز التنفيذ، حيث أكمل البلدان إجراءات الموافقة المحلية الخاصة بها، وذلك حسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية. وبموجب الاتفاقية سيعفى ما يقرب من 90% من المنتجات من التعريفات الجمركية، بينما سيتمتع أكثر من 60% منها بتعريفات صفرية. وسيتم تخفيض التعريفات الجمركية على أكثر من 95% من المنتجات المتداولة في نهاية المطاف إلى الصفر. يذكر أنه تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وصربيا في أكتوبر العام الماضي بهدف تعزيز التعاون الثنائي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الرئيس السياسي الأفريقي يهنئ الرئيس الصومالي بالعيد الوطني للصومال. غدوة حملة الطلاب التنموية في 8 يوليو. مدرسة حلايا الفنية تخرج 24 طالبا. الرئيس الصيني يصل كازاخستان لحضور قمة إقليمية. حكم العقوبات، استئناف الحوار الأمريكي الفنزويلي. مقتل 16 بفيضانات وانهيارات أرضية جراء أمطار غزيرة في الهند. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.